معاكم أميرة أبو زيد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ مع بعض الوصفة النهاردة. لو أول مرة تعملي الكوارع يلا بينا نعملها النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان ريحتها هتبقى جميلة جدا وطعمها حلو وهتعجب كل اللي هياكلها. معايا هنا الكوارع غسلتها كويس جدا جدا. بعد كده بجيب هنا حلة على النار فيها مية مغلية، بنزل الكوارع فيها وبسيبها لمدة ربع ساعة تغلي كده، وبعدين باخد الكوارع بعد كده بشطفها واصفيها، وطبعا بنشطفها تحت مية جارية علشان مش عايزة اي ريحة غير مستحبة في المية بتاعة الكوارع اللي احنا رميناها دي. تمام كده. بجيب هنا بقى حلة على النار وبحط فيها سمن بلدي، بعد كده بنزل عليها بالجزر، طماطم وبصل، بحط فلفل اسود حب، وبحط كمان ورق لورا، بحط قرفة خشب، وبقلب كل الكلام ده مع بعضه طبعا مع الحبهان، وبحط الكوارع وبشوحهم مع بعض. بحط مية مغلية وبسيبها لحد ما تستوي معايا، بنزل عليها بالملح بتاعي وبظبط الملح بتاعي زي ما انتم شايفين كده. تمام. درجة تسوية الكوارع حسب كل رغبة، في ناس بتحبها مستوية قوي، في ناس بتحبها بتكون فيها قطمة كده خفيفة، فأنا من الناس اللي بحبها تكون فيها قطمة، يعني أنا مش بحبها تكون مستوية قوي. تمام. فانتي سوي درجة الكوارع بتاعتك حسب ما انتي بتحبي. زي ما انتم شايفين كده الشوربة بتاعتها تحفة، واللون الكوارع جميلة زي ما انتم شايفين اهيت. هناخدها بقى بعد ما استوت معايا وبكون مظبطة الملح بتاعي وبقطعها بعد ما بتبرد. حاول ان عايزة تسيبيها قطع زي ما هي بالعظم اوكي، مش عايزة قطعيها زي ما انا قطعتها. انا هنا هعمل فتة بالكوارع، جبت هنا عيش شامي او عيش بلدي وقطعته حسب ما انت حابة. انا قطعت مكعبات وبعدين عملت كده شوية ورد بالعيش وحمرته في الاول. بحب نكهة الفلفل مع الفتة. بجيب هنا فلفل اخضر، وبعد ما حمرت العيش نزلت بالفلفل عشان نكهة الفلفل تكون موجودة في المادة الدهنية بتاعتي. بعد ما طلعت الفلفل بحط هنا كمان سمن بلدي، بنزل بالكوارع اللي احنا قطعناها زي ما انتم شايفين كده، وبحط معاها توم مفروم. بشوح الكوارع بالثوم، بنزل هنا بالتوابل بتاعتي. انا بحط هنا يعني شوية من الشطة خفيف، لو مش حباه بلاش، فاحط كمان احط انا شطة وتقدر تستغني عنها. وبحط شوية من الكزبرة الناشفة، شوية من الفلفل الاسود، واقلب الكلام ده كله مع بعضه. ممكن نحط كمان مكعب مرق لو حابة. وبعد كده بحط عليه هنا شوية من الخل، هقلب كل الكلام ده مع بعضه. هنزل هنا بصلصة الطماطم بتاعتنا. تمام كده. بعد انا كده ما شوحت الكوارع بالثوم والخل والشطة والفلفل الاسود والكزبرة، بنزل بصلصة الطماطم. طبعا الرز معايا مستوي، رز مصري، وبحط طبقة من الرز، طبقة من العيش اللي احنا حمرناه، بحط طبقة كمان من الرز. تمام كده. بصفي الشوربة بتاعت الكوارع بقى، وبحط هنا شوية من الشوربة على الفتة. هجيب بقى شوية من الكوارع اللي احنا عاملينها دي، شايفين شكلها ولونها يجنن، طعمها حلو جدا جدا، ما فيهاش اي ريحة خالص غير مستحبة بجد، يعني ما فيهاش اي ريحة خالص. وهبدأ هنا ازين الطبق بتاعي بالوردات العيش اللي احنا حمصناها. تمام كده. وكمان هحط بقى هنا شوية الفلفل اللي احنا حمرناه برضو. ممكن نحط شوية بقدونس، شوية كزبرة خضراء حسب ما انت حابة. وبكده الطبق بتاعي جاهز. هحط هنا كمان يعني وردية كده من الطماطم. وده شكل الطبق بتاعي، شكله يعني بيتكلم عن نفسه، شكله يفتح النفس، وبجد طعمه حلو جدا جدا، جربوه. شايفين الجمال والحلاوة. ده الطبق الفتة بالكوارع للي حابب ان هو يجربه، حلو جدا جدا. طبعا انا هنا حاطه الشوربه والعيش بيكون لسه فيه كريسبي كده، بيبقى طعمه تحفه وهو لسه كريسبي، فالطبق ده لازم يتاكل وهو سخن. بالهنا والشفا. ما تنسوش تحطوا لي لايك وكومنت حلو كده منكم وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين. كانت معاكم اميره ابو زيد، اشوفكم في وصفه جديده وفكره جديده، وباي باي.